السلام عليكم. ألف مبروك لجمهور نادي الزمالك العظيم. مكسب النهارده 3 بونت مهمين في مشوار الدوري إن شاء الله. مكسب النهارده هيبقى مهم عشان خاطر ماتش مودرن دوت ماتش معقرب، يعني على طول احنا على طول مع مودرن، سواء مودرن فرقه قويه او فرقه ضعيفه. ده بالنسبه لنا ماتش مودرن دوت احنا كجمهور قبل ما يكون كفرقه بيبقى بالنسبه لنا ماتش معقرب. خليكم معايا عشان نشوف الحالات ونتكلم على الماتش باستفاضه ان شاء الله. اول كلامنا النهارده هيبقى ان الحمد لله المدرب حط كل لعيب في مركزه. يعني هو المدرب الحمد لله حط كل لعيب في مركزه. احنا ما طلبناش حاجه صعبه، والحمد لله المدرب حط كل لعيب في مركزه. لما المدرب حط كل لعيب في مركزه انت شفت كوره، شفت جمل، شفت هجمات، شفت كل حاجه. هنبدا النهارده. اول حاجه الزمالك بدا ضغط بطول الملعب، وضغط شرس، مش ضغط سهل، لا. مش ضغط ان انا بحلق على الكوره، لا. الزمالك بدا ضغط شرس اللي هو بغلط لعيبه مودرن. لعيبه مودرن لغايه الدقيقه 30 ما عرفتش تطلع بالكره بره نص ملعبها، وكانت كل الكور بتطلع على الخط اوت. لا، يا اما انت بتقطع الكوره، يعني انت فضلت ضاغط 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 لغايه لما في كوره طوليه من لعيبه مودرن عشان هي مش عارفه تطلع بالكوره. عبد الله السعيد قطعها، وعلى طول عبد الله السعيد وهو بيقطعها عدى واحد وقام حاططها في ظهر المدافعين ل2000. هنتكلم بقى على الجون بتاع 2000 ده شويه. ليه بقى نتكلم على الجون بتاع 2000 ده شويه؟ اول حاجه انا كان عندي وينج يمين، مش هقول اسمه لان بصراحه من اللي انا شفته النهارده ما ينفعش حتى اقول اسمه سواء هو عمل ايه. الوينج اللي كان عندي هو وصلني لمرحله ان انا بقيت كلمه 1 على 1 دي هي عمليه حسابيه بس. كلمه على 1 يساوي 1 دي عمليه حسابيه. النهارده 2000 لا، انا 1 على 1 هرقص. انا 1 على 1 انا طالما ضميت لا هضم، يعني هفتح لبره وهحط في البعيده. يعني النهارده 2000 لا، 1 على 1 هعدي هرقص. تمام، الحمد لله. وزي ما كنت منزل فيديو الاسبوع اللي فات بقول انا شايف ريحه كلمه هنقولها قدام. كان عندي فار بدلته باسد، وهي كلمتي وهتفضل كلمتي. كان عندنا فار بدلناه باسد يعني، وبدلناه باسد بيرقص صمه. المهم احنا المدرب بدا ضغط طويل بطول الملعب ونجحت الطريقه بتاعته، وبدا يلعب كور طويله وكور طويله عكسيه. كور طويله عكسيه ازاي؟ كان بيبدا من الونش لبنتايج او لشيكو بنزا، لان الونش الكره الطويله بتاعته بتفكرني بالكره الطويله بتاعت حمزه المسلوسي، اللي هي الكره الطويله بتوصل للعيب. مش عايزين نقول دقيقه 100% بس لا، هي بتوصل للعيب. تمام. وطبعا حدث ولا حرج على عبد الله السعيد، لان الكره الطويله بتاعته هي اللي كانت بتروح ل2000. ما كانش بيخلي حسام عبد المجيد يطلع هو بالكره الطويله، لان حسام عبد المجيد كواليتي الكره الطويله بتاعته مش احسن حاجه. فمين اللي هينزل يستلم منه؟ كان عبد الله السعيد بينزل يستلم من حسام عبد المجيد، وهو اللي بيطلع الكره الطويله بالعكس ل2000. تمام. ودي نجحت ان هي دخل منها جون، فانت لازم تقول نجحت، لان الكره هي دي اللي اتلعبت. ان عبد الله السعيد كره طويله في ظهر المدافعين، ودي اتكررت اكتر من 5 6 مرات الشوط الاول. لا، تبين لك ان هو فعلا يعني انت الشغل المدرب اتعمل، واكيد هي مش هتتعمل 5 6 مرات 7 مرات. ودي يعني مش جمله المدرب بيتكلم فيها، او المدرب ذاكر الفرقه اللي قدامه. اللي هي ايه ذاكر الفرقه اللي قدامه؟ الارتداد بتاع الفرقه اللي قدامه مش سريع، وانت عندك وينجين ما شاء الله ربنا يحميهم، لا الاثنين عندهم السرعه دي ميزه فيهم. اذا كان 2000 او شيكو بنزا لا صراع. تمام. فدي جمله هم اتفقوا عليها او المدرب مرنهم عليها، وحصل منها جون، يبقى المدرب نجح في دي. ايه حصل بعد كده في الماتش هنتكلم عليه، بس المدرب نجح في دي، ان هو قرا ان الاثنين الباكات بتوع مودرن سبورت مش اسرع حاجه. تمام. هلعب الكره في ظهرهم لان انا عندي الوينجين صراع، وهخلي ناصر ماهر وعدي الدباغ يكملوا جوه، وعبد الله السعيد بيسقط تحتهم بيستنى على ال18. ده وانت في حاله الهجوم. واساسا اللي كان بيحصل كان شيكو بنزا بيضم كمان جوه ال18 بيعمل زحمه. المدرب كان بيعمل زحمه جوه ال18، كان بيخلي شيكو بنزا يضم جوه ال18 وبيخلي بنتايج يطلع فوق يبقى ماسك الخط بعرض الملعب، و2000 بره بعرض الملعب، وبيلعب ب3 ورا اللي هو عمر جابر وحسام عبد المجيد والونش، وقدامهم محمد شحاته. يعني انا كفرقه زمالك لازم ده اللي يحصل.
لازم ده اللي يحصل. ايه هي فيها ريسك ان الكور لو انت الفرقه اللي قدامك بتلعب تحولات عكسيه، ان هي هتعرف عندها وينج سريع او عندها لعيب سريع هتعرف تعمل عليك تحول عكسي. بس الفكره ان انا عندي شيكو بنزا والفينا الاثنين الارتداد الدفاعي بتاعهم كويس. اذا كان شيكو بنزا او الفينا لا، يعني الفينا حتى لو هو لعيب قد كده لا، بس لعيب بيخش وبيخبط وبيهموش. انا الروح اللي اللعيب ده فيها انا حاسس ان هو مولود في الدرجه الثالثه، مش بابن الثالثه، لا انا حاسس ان هو مولود في الدرجه الثالثه. تمام. زي ما انا قلت ان هو كان بيخلي بنتايج يفتح عرض الملعب شمال والفينا يمين، وكان عبد الله بيبقى واقف على ال 18 ومحمد شحاته هو اللي ساقط تحتهم، وكان بيخلي ناصر ماهر عدي الدباغ وشيكو بنزا الثلاثه جوه ال 18. دي زحمه، انت عامل زحمه جوه ال 18، فدي حاجه كويسه. ما حصلش منها حاجه وما حصلش فيها يعني منها هجمه، بس الفكره دي كويسه ان انت عامل زحمه جوه ال 18، دي حاجه كويسه. تمام. كده كده لغايه الدقيقه 30 لعيبه مودرن مش عارفه تخرج بالكوره، وانت عامل ضغط بطول الملعب ناجح جدا، بتستخلص الكرة بسرعة، في شراسة في الضغط، بتلعب إيجابي، ما بتلعبش الكرة لورا، ما بتلعبش بعرض الملعب، لا انت الكرة بتيجي على الأقل باصتين بالكتير قوي 3 بتبقى انت وصلت للجول. ما تخلقش فرص، بس انت بتعمل كده مع الوقت هيجي، مع الوقت والتدريب ومع انسجام اللعيبة دي مع بعض. لا اللعيبة دي النهارده تبين لك لما كل لعيب يتحط في مركزه، لا انت في حاجة هتيجي من اللعيبة دي، انت شايف ان في حاجه. اذا كان شيكو بنزا او الفينا، عدي الدباغ لازم يعلي الفينش بتاعه. الفينش بتاع عدي الدباغ ضايع في الكوره. الاثنين كانوا اوف سايد. الكوره اللي شيكو بنزا لعبها له من ظهر المدافعين برضو دي كوره اهي اتلعبت في ظهر المدافعين وراحت لعدي الدباغ وجرى، بس الفينش بتاعه كان ضعيف. كوره برضو اللي هي الفاول اللي لعبه محمود بنتايج ومحمد شحاته اللي مسها وهو شاطها برضو كانت على يمينه، بس برضو الفينش بتاعه ضعيف، مش فينش مهاجم في الزمالك. بتتكلم برضه في ماتش المقاولين، هو برضه لما عبد الله السعيد لعب الكره من في ظهر المدافعين الفينش بتاعه ضعيف، حطها في جسم الجون، حطها في جسم حارس المرمى. فالثلاث كور الفينش بتاعه لازم يعلى، لازم الفينش، انت مهاجم لازم يكون الفينش بتاعك لا لازم تكون هجام، بتخش من اقل فرصه انت بتجيب جون. تمام. احنا بنشوف ناصر منسي قصدي لما بينزل لا من اقل فرصه هو عايز يجيب جون. تمام. في كوره بقى انا هجيبها لك دلوقتي في اللقطات. صبحي لعب الكوره، الفينا بيبين لك ان اللعيب ده فعلا يعني عايز اقول لك ايه، اللعيب ده مركز قوي في الملعب والكواليتي بتاعه عالي، عارف ان المدافع جاي في ظهره وعارف ان المدافع بيجري معاه، فانا لو خدت الكوره مش هعرف الف وابص للمدافع، هرجعها تاني. بس انا شايف الباك اليمين بتاعي اللي هو ورايا على نفس الخط بيجري وقاطع طالع عامل اوفرلاب ورايا، اما عامل ايه؟ اما عدي من على الكوره. المدافع خلاص بقى بره، بقت هجمه مرتده. تمام اهي. عمر جابر بقى المفروض يا عمر انت تعملها هنا، ما تعملهاش هنا، انت عملتها قدامك، ما عملتهاش الباص اللي بيبقى ببطن رجلك اللي هتحطه وانت بتباصي الكوره بتقفل بطن رجلك عشان يروح بسويرف يوصل قدام المهاجم. المفروض ان انت لعيب بروفيشنال، المفروض الكوره دي مش انا اللي هقول لك عليها، المفروض تبقى انت عارفها. دي يعني هي غلطه بسيطه بس لازم نتكلم فيها، لان في ماتش تاني انت محتاج فيه جون او محتاج فيه هدف، لا لازم ده يحصل. تمام. قبل ما نتكلم على الشوط الثاني ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتصلي على النبي في الكومنتات. الزمالك بدا الشوط الثاني ماسك كوره، مستحوذ على الكوره. المدرب بقى عمل تركايه اللي جه منها الجون الثاني، بس عمل تركايه حلوه قوي. ايه التركايه الحلوه اللي هو عملها؟ اللي هو فاجئ مجدي عبد العاطي ان هو رماله شيكو بنزا والفينا. انا جاي معايا اللي اقول عليه رافينيا، اقسم بالله الفينا وشيكو بنزا اللي تهربوا في حته واحده، وخلى ناصر ماهر بيميل شويه ناحيه الشمال مع محمود بنتايج. بس هو والكلام يعني هي ما كانتش بتطول الحركه دي، يعني كان هجمه هجمتين اتكررت كذا مره بس ما كانتش بتطول، كانت هجمه هجمتين 3 هجمات في الماتش كله بس جه منها جون. يعني المدرب الشوط الاول الكور الطويله اللي في ظهر المدافعين هو اكيد متكلم فيها، جه منها جون. دلوقتي الكره اللي هو عملها والجون ده لازم نتكلم فيه باستفاضه شويه.
ان انت الجون دوت 5 لمسات بس. محمد صبحي وراحت من محمد صبحي حسام عبد المجيد. حسام عبد المجيد باص في قلب الملعب ضرب بيه خط النص، وصلت شيكو بنزا. كده كان باص 3 باصات. شيكو بنزا لف واداها لألفينا. ألفينا فضل مستني بيتقدم بالراحه، مستني لغايه لما شيكو بنزا يقطع على الجون، وهو بيقطع على الجون قام لعبها له، خلاص انفراد. كده 5 لمسات، والخمس لمسات صح انت وصلت للجون. فيا جماعه هي الكوره مش صعبه والله، الكوره سهله، بس احنا اللي كنا بنصعبها على نفسنا، او كان عندنا لعيبه هي بتفسد هجماتنا احنا، ما بتفسدش هجمات الخصم. تمام؟ انت بتتكلم الجون ده 5 لمسات والخمسه صح، جبت جون. يعني الكره سهله، انت 5 لمسات من صبحي لغايه شيكو بنزا اللي لمس الكره مرتين، اللي هي الكره دي اساسا ضربت بين 4 لعيبه بس، 4 لعيبه ضربت بينهم جون، بس عشان انت لعبت كره صح، ضربت خطوط بباص في قلب الملعب، كسرت بيه الخطوط، انت لفيت، ما تفزلكتش، ما رقصتش، الباص للوينج، الوينج فضل مستني لغايه لما لعيب يقطع له، اللعيب قطع خد الكوره بقى انفراد. تمام؟ ده الجول. الكوره دي اتكررت كذا مره، اللي هي ايه الكوره؟ ان شيكو بنزا والفينا الاثنين بيلعبوا في جهه واحده. دي انا ما اعرفش هو كان المدرب بيستغل ايه، بس اللي انا شايفه ان هو اللي استغله ان هو جاب جون. من الطريقه دي هو جاب جون. تمام؟ نيجي حاجه ثانيه، الدقيقه 62 بعدها، يعني الدقيقه 60 قصدي، الدقيقه 62 دي فيها مشكله ثانيه. الدقيقه 60 ناصر ماهر محمد صبحي لعب له الكوره، لان محمد صبحي لعب كوره برجله، احسن جون في مصر بيلعب كوره برجله. تمام؟ ايد ورجل وصلت لناصر ماهر بقى انفراد. انت يا ناصر ليه فتحت بطن رجلك قوي كده؟ وليه الطمع؟ طب ما انت كان عندك الفينا جاي لك، انت لو كنت ريحتها الالفينا كانت جون، لان هي كمان جايه له على عدلته، يعني انت هتبصها وهي جايه على شماله على عدلته. تمام؟ وفي كره ثانيه برضه يا ناصر، يعني انت بتلعب للفريق ما بتلعبش لنفسك، تلعب كواليتي مرعب، واحنا كجمهور زمالك احنا بنحبك، بس انت بتلعب لفريق. يعني في كوره ثانيه برضه مع ناصر ماهر، مع ناصر منسي، اللي احمد شريف لعبها لك تشيب كده من فوق الاثنين المدافعين، انت الكره وصلت لك، انت بقى ظهرك للجون، خلاص يا ناصر ريح للي جاي، ريح اللي جاي في الوش، واللي جاي في الوش والله لو لمسها اي لمسه هتخش، لان هو بقى في ال6 يارده. ناصر منسي كان جاي في وشك، انت بتلعب للفريق يا ناصر، راجع حساباتك، انت لعيب كويس وانت كواليتي مرعب وموهبه كويسه، حرام اللي انت تعمل كده، اللي هو ايه تعمل كده تبقى لعيب فردي، لا انت بتلعب في لعبه جماعيه. تمام؟ دلوقتي هنتكلم في لقطه ثانيه، في الدقيقه 42 و16 ثانيه، هجيب لك دلوقتي 42 و16 ثانيه بالظبط، لعيبه الزمالك ال10 لعيبه بص عليهم في كام متر، ودي قررت وهجيبها لك في لقطه ثانيه وهعلم لك على التاريخ. لعيبه الزمالك في 10 متر، 12 متر بالكتير، المدرب مقرب الخطوط من بعض، هي فيها ريسك عشان حوار ان هو ممكن يضرب لك الخطوط بتاعتك دي بباص، بس هو عارف ان هو بيلعب الكواليتي، مش اللي هو يعني مش هيلعب قدام اهلي كده، ما ينفعش يلعب قدام اهلي قدام بيراميدز كده، ما ينفعش يلعب قدام مصر كده. ليه؟ لان ال3 فرق دول في منهم فيهم لعيبه ممكن بباص يكسر لك الخطوط دي، وعندهم لعيبه سريعه. تمام؟ نيجي بقى للمدرب، هو لعب صح 62 دقيقه. تمام؟ من الدقيقه 62 المدرب ده عمل 3 تغييرات، ناصر منسي مكان عدي الدباغ، وادم كايد مكان شيكو بنزا، ودونجا مكان محمد شحاته. سيبك من شيكو بنزا ممكن نقول اصابه، عدي الدباغ عشان ما عملش حاجه، لكن هنتكلم على محمد شحاته. ليه يطلع؟ يعني ليه محمد شحاته يطلع؟ ليه دونجا ينزل؟ انا مش عايز اشوف الملعب يا عم، انا عينيا بتتعب لما بشوفه، مش عايز اشوف الملعب. انت لعبت ادم كايد وينج برضه، واديت الاستحواذ لمودرن، عملوا عليك هجمات لغايه لما جابوا جول. تمام؟ فانت اديت الاستحواذ وقمت منزل لهم، يعني هو الجون دخل فيك قبل ال3 تبديلات، تقوم منزل لهم ال3 دول اللي هو، واديت لهم يعني انت اديت لهم الاستحواذ ان هم يعملوا اللي هم عايزينه بالكوره. تمام؟ اداء كان كويس،
مش احسن حاجه، مستنيين احسن، مستنيين اجمد من كده كمان، مستنيين اعلى كمان من كده. ان شاء الله خير. احنا هنفضل في ظهر نادينا، وهنفضل ورا النادي بتاعنا، وهنفضل مكملين وراه. وطبعا بنحيي جمهور الزمالك اللي راح استاد السويس النهارده من الدقيقه 1 لغايه الدقيقه 90، ما بطلوش تشجيع. بجد بجد انتوا تحركوا الصخر، انتوا اهم لعيب في الموسم ده. جمهور الزمالك اهم لعيب في الموسم ده، اهم من ال 11 لعيب اللي في الملعب. جمهور الزمالك فعلا النهارده بيعمل، يعني من ماتش المقاولين، من ماتش سيراميكا، من الماتش دوت، بيعمل ملحمه في التشجيع. لا، مفيش فرقه في مصر عندها جمهور بيقعد 90 دقيقه يشجع كده. ما تقنعنيش والله، ما بيحصل، وانا قد حلفاني. تمام. برضه هنتكلم النهارده. كان بيلعب لما نزل صلاح مصدق، لعبه مركز 6، لعبه في نص الملعب، لعب صلاح مصدق 6. وعلى فكره كام كوره جم لصلاح مصدق وهو في مركز 6؟ لا، يجي منه بصراحه، يجي منه، وان شاء الله يجي منه ويقعد دونجا، ونبقى كسبنا لعيب اجنبي مركز 6 واحده واحده هيجي منه. تمام. وكده نبقى خلصنا حلقتنا النهارده. اشوفكم على خير. ما تنساش تفعل زر الجرس وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس. السلام عليكم.